السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير وبألف عافية، اللهم امين. دلوقتي انا عايزة اقول لكم حاجة وحاجة مهمة جدا 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 جدا. اولا انا عاملة كل حاجة بعملها لوجه الله. انا طبيعة شخصيتي كده، لا شخصية عقد، ولا شخصية متزمتة، ولا شخصية مكتئبة، ولا شخصية نقمة. أنا شخصية عايزة أعيش في عالم كله رحمة، مودة، احترام، دلع، كلنا ندلع بعض. على فكرة الدلع مش حرام يا جماعة، اما حد يدلع حد ده مش حرام، لأنه دلع صحي، مش دلع اللي هو دلع سكسي. الدلع دلع صحي، يعني ما حد بيقول لحد ايه القمر ده، صباح الفل، ايه وشك منور النهارده ليه كده، الله اكبر عليك، ربنا يحفظك. ايوه سبب المشيئة، لان في ناس بتروح واقعة على طول ميتة والله. يعني هو دي شخصيتي، دي شخصيتي. زمان زمان عشان تعرفوا بس ان انتوا اللي اتغيرتوا. وده كان ليه نسبة كبيرة قوي فيها السيدات والبنات. يعني انتوا اتغيرتوا. رجالتنا رجالة والله العظيم تتشال على الراس، والله العظيم رجالتنا تتشال على الراس. انا مش ضد المرأة خالص، انا بحب المرأة، بالعكس ده انا بحبك لانك انتي المجتمع كله مش نص المجتمع. بس هقول كلمة حق، اسمعيني بس حبيبتي. زمان كانت الستات بتلبس في الحفلات ام كلثوم عريان وقط وشخلعه ودلع، وشفنا الافلام، اتربينا على افلام صباح وشاديه والناس الكم الجمال دول. ورغم ذلك كان الراجل يكلم الست يحترمها، يحترمها، عمره ما بص عليها انها ناقصه اخلاق. مش ناقصه اخلاق. الآن نسبة كبيرة لبسوا الحجاب، وقليلات جدا اللي أصبحوا من غير حجاب. يعني انتشر الحجاب بصورة في المجتمع كبيرة. ورغم ذلك الراجل أول ما ست تقول له السلام عليكم، عليكم ازاي حضرتك، عايز يفترسها خلاص دخلت دماغه، عايز يفترسها. ومعنى يفترسها يعمل معاها علاقة. مم. هو كده. انا يعني بشوف كم من الرجال، مش قادرة اقول يعني ليه وصل كده الراجل ليه وصل لهذه المسألة الشنيعة. يعني حد ما بيديش فرصة يتعرف عليها باحترام، يحبها، يشوف ميولها، هل ميولها بتحب تغضب ربنا يعني فيتجارى في خطها، ولا ست بتضحك وفرفوشة بس في خط كده ما بتقربش منه. لا، ما بقاش يميز بين المحترمة والمنحلة، وانا بسميها منحلة. واللي يزعل يولع، اللي يزعل يا حلوين يولع. ليه بقى؟ انا اقول لكم ليه. بسبب الست. ليه؟ هو جرب تجارب كتير، لقى ستات بتقع، لقى ست ما كانش بقى زي زمان، جرب كتير مثلا فلقى لا محافظين على نفسهم، فاصبح السمع عنده ان في محترمات. دلوقتي الراجل بقى شايف اكتر السيدات مش محترمات، الله ده انا ده بتتقل بس، ده شويه كده هتقع، ده شويه كده هجيبها، ده شويه كده هوقع، ده شويه خلاص شيطانه بقى بيلعب اشتغل معاه لا يا حبيبي، لا 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 لا، انت فكرة غلط خالص. في نسبة كبيرة جدا، كبيرة جدا لسه على مبدأها. ان كنت انت قابلت سيدة او بنت، واحدة اتنين تلاتة خمسة عشرة، او بتحكم علينا من خلال السوشيال. السوشيال دي مش شخصية الستات اللي على الارض، ده عالم وهمي، عالم وهمي بيتكلم من ورا كاميرات. دول انا بسميهم عالم مريضة مريضة نفسيا، اختلوا توازنهم النفسي في المجتمع. فدماغهم طرقعت، فمن خلال الدماغ اللي طرقعت استخدموا المصايب اللي بنشوفها في السوشيال. تيجي انت بقى كرجل تطبقه على الارض، تبقى انت رجل برضه عندك اختلال نفسي، لا ده ما يتطبقش على الارض. الارض مختلفة، الارض مختلفة. وان كنت شفت في الارض سيدات او بنات بنفس اوضاع السوشيال اللي هم متغطيين ومتدارين، بس ده بيطلع سلوك خاطئ، لا دول برضو نسبة مش كبيرة. لكن انت قابلتهم، وغيرك قابلهم، وغيرك قابلهم، فاصبح الست في عين الراجل، اقول الكلمة ميم نون ح لم ه، يصعب عليا، يصعب عليا الست
أو النساء اللي ربنا كرمهم، ربنا سبحانه وتعالى كرمهم في دينه، نبقى كده. مش هيتعدل المجتمع إلا بالمرأة والله. معلش لما بتكلم في حاجة تهز المشاعر قوي ببكي، دي طبيعة عندي للأسف، مش ضعف، أنا برج الحمل القيادي، بس روحانيا ببكي لأن بيصعب عليا. ده احنا العظمة، احنا الستات، احنا العظمة، احنا يتعمل لنا تاج فوق راس الراجل كده، يتعمل لنا تاج. احنا اللي بنولد وبنخلف وبنربي وبنحنن وبنطيب وبنحتوي. لا 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 لا، ازاي احنا في عين الراجل نبقى كده؟ ازاي احنا نبقى كده؟ شايفين الدموع اللي بتنزل دي؟ والله العظيم من قلبي، اقسم بالله من قلبي، وحياتك يا رب من قلبي. لكن طبعا دي فئة يا رب تنتهي من المجتمع، يا رب تنتهي من المجتمع. وعايزة أقول بقى كلمة أخيرة، يا رب كل إنسانة تخون جوزها وما تتطلقش أو تسيبه وتتجوز تاني غيره حلال، وما تقولش ما عنديش بيت، ما تقولش ما عنديش فلوس، ما فيش شيء يبررلك، ما فيش شيء يبررلك، لأن اللي بتخون جوزها بتخون ربها، هي خانة رب مش خانة زوج. يا رب تخرجي مفتوحة، يا رب تخرجي مفتوحة، إن ما تهديتيش واتقيتي الله في نفسك. ويا رب كل راجل يكلم ست متزوجة يا رب تخرج مفتوح بالبوكسر، يا رب تخرج مفتوح بالبوكسر، يا رب يا قادر يا كريم. إن ما اتهدتش وقلت إيه اللي أنا بعمله ده، لأنك بتخون ربك قبل ما بتخون راجل زيك. ويا رب كل إنسان عنده قدرة يساعد غيره ما يساعدوش، يا رب ما تلاقي حد يساعدك ولا يقف جنبك وقت شدتك. يا رب اللي يكذب ويوقع الناس في بعض وينافق، يا رب تعيش مخروس من غير لسان، يا رب تعيش مخروس من غير لسان. سبحان الله، اللي بيتأذوا في الدنيا عشان ربنا بيحبهم المبتلين الطيبين. لو كل واحد شرير اتلسح في الدنيا وربنا خد حق الناس دي كلها منه، كانت تألف نفسه، لكن ربنا سابه في الآخرة. واحنا طبعا نشكر ربنا ان هو بيديله مهلة عشان يغفر. وانا اهو اعتبرني ضميرك اللي بقول لك وبقول لك ربنا يهديكم، ربنا يهديكم، دعوة مني تكون ليكم ويهديني انا قبليكم. انا ضميري حي وبنضفه اول باول، بغسله بصابون. اه والله مقدرش حتى لما اتعصب لاني عصبية جدا، ما يهمنيش يعني ما يهمنيش في عصبيتي، لكن برجع ألم نفسي وراضي اللي هو غلطان في حقي، وأقول خليها عليا المرة دي، عشان ما أحبش ربنا يغضب مني حتى لو معايا الحق. أتمنى ليكم كلكم تبقوا عايشين لوجه الله. الدنيا ملعونة والله ما شفنا فيها خير وما فيهاش سعادة، والله لا أنا ولا انتوا شفتوا فيها سعادة. حتى اللي بيرقصوا في الساحل الشمالي والرقصات وكل الناس تلاقيهم عندهم هم. السعادة يا ولاد تفهموا مني متشالة من الدنيا، السعادة في الآخرة، في الآخرة. فخلينا نعمل حاجات حلوة في الدنيا عشان تبقى حصلتنا في الآخرة بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يكون الفيديو يوصل صح عشان أنا بقول كلام صح. سلام.